يلا يا ابطال تالتة اول مع درسنا اليوم اللي بيتكلم عن المحيط والمساحة. المحيط والمساحة. نشوف مع بعض يلا. عندنا الدرس 44 حظيرة الماء. حظيرة الماء. وليكن انا قست الحظيرة لقيت الجنب ده كام متر؟ ها كام؟ 4. وده كام؟ 3. وده كام؟ 4. ده كام؟ 3. انا عايز ايه؟ انا عايز حاجتين. عايز ايه؟ عايز المحيط وعايز المساحة. نمشي واحدة واحدة. الأول هنطلع المحيط. محيط أي شكل هندسي هو مجموع أطوال أضلاعه. يعني إيه؟ يعني هجمع 4 و3 كام؟ أنا بقول 4 و3 كام؟ ها؟ 7. و4 و3 كام؟ 7 و7 كام؟ 14. يبقى المحيط يساوي كام؟ 14 إيه؟ 14 متر. يعني المين دي يا استاذ يعني متر؟ المين دي يعني ايه؟ متر. تعالى نطلع المساحه. مساحه الشكل ده هي ايه؟ هي المكان الداخلي. هي المكان الداخلي. يعني هنجمع المربعات اللي جوه دي او نضرب طول في العرض. 3 في 4 بكام؟ 12. 3 في 4 يساوي 12. 12 ايه؟ متر. يبقى مساحه حظيره الماعز تساوي كام؟ سمعني. 12 متر. المحيط كام؟ 14. المساحة كام؟ 12. كده احنا عرفنا ازاي نطلع المحيط وازاي نطلع المساحة. نتابع مع بعض ان شاء الله. هنكمل دروسنا، هنتعلم، هنتقدم، والى ان نلتقي تصحبكم بالسلامة.